بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الخميس 10 سبتمبر 10 أكتوبر. محمد خير يتحدث إليكم من تورنتو، مواصلا ما انقطع من حديث حول خطاب المليشي حميتي يوم أمس. لفت نظري أحد المستمعين الذين أعزهم من دولة بعيدة جدا من كندا أن هنالك عامل زمن أنا لم أشر له، وهو أن خطاب حميتي جاء مباشرة بعد انتهاء زيارة محمد بن زايد للقاهرة. والخطاب حميتي بهذه العشوائية وبهذا يعني التسفل يشير إلى حاجتين: يا إما هو قنع من الأمارات، ويا إما الأمارات ما توصلت مع مصر بصيغة معقولة في مسألة السودان وما راضية عن الصيغة دي، فأوعدت لحميتي بأن يقول أنه مصر هي اللي عملت ضربت جبل موية. وأنا أمس بالصدفة أحمد طه مستضيف واحد اكس اوفيسر، يعني لواء أمن معاش، وقال بالصريحة العبارة أن هنالك دولة أوحت لحميتي أن يقول ذلك. طبعا الكلام ده أهميته بتوري مستقبل المسألة دي، لكن هنالك حاجة أنا عايز أكشف عنها، وهي ما تحليل، هي معلومة مؤكدة أنه تشاد الآن أصبحت خارج معادلة الأمارات بشكل كامل، وبتشجيع فرنسي. والحصل كالآتي: أنه زغاوة تشاد ضغطوا ضغوط شديدة جدا على محمد كاكا في أنه يغير موقفه، ووروه أنه هم حيقفوا مع أبناء عمومة مشتركة. وده كان اجتماع كبير جدا ضم زغاوة جاد وزغاوة دارفور. وانتبهت فرنسا للتطور ده، وطبعا جاد بالنسبة لفرنسا آخر كريم في غرب أفريقيا وفي منطقة الساحل والصحراء، وفقدها لمحمد كاكا بيعني فقدها المنطقة كلها، وده بيعني إنه المنطقة كلها هتكون في طواعية الروس. فلذلك سارعت فرنسا باستدعاء محمد كاكا لفرنسا، وسارعت بإفهام أبو ظبي نقطة التحول الجديدة اللي حيتبعها كاكا. وقبلها كاكا بعد الاجتماع ده طوالي شال بوي اللي هو كان المنسق بين الدعم السريع والأمارات وكاكا نفسه. ويبدو انه الامارات قبلت التطور ده عليه مضض، وما بتقدر تعمل فيه لانه حاجه، لانه مغطى فرنسيا. يعني دي بقت ما مساله مجاملات، دي حرب استراتيجيه. فمحمد كاكا طلع من اللعب وما في تاني سلاح بيجي من هناك، ولو حتى في سلاح والله مساعدات حتجي للمشتركه. وده الأتعب حميتي، خاصة عندما يتحدث لمني، لا عن مني بالذات، يعني لأنه عارف إنه التطورات تكون عندها اقتران بخطوات دولية، بيكون أكثر زول من القادة الدارفوريين مرشح لإنجازها هو مني، نسبة للعلاقة الطويلة
اللي بتربطه بالغرب. فكان واضح جدا تبرم حميتي من ده. برضو طبعا في ملاحظات الواحد طبعا امس مع الانفعال والفرحه ما قدر يعملها، لكن بعد التامل يحصل الاتي. الان حميتي في حرب النسخه الثالثه دي ما حرب فيها اي قوى اجتماعيه او سياسيه محليه مسانده له غير حواضنه. هو دعا لحرب قوامة مليون وحدد الجهات اللي هو العريبة، الجيش والتنسيقيات بتاعت حواضنه، يعني ناس الرزيقي وناس صلاح صالح بتاع المسيرية ومجموعة البني هلبة كده، ديل استباح دمهم والشايقية. السؤال انه هو بخوض في حرب زي دي بدون غطاء مدني وبدون غطاء دولي. يعني ايه مصلحة امريكا ومصلحة فرنسا ومصلحة الاتحاد الاوروبي في مقتل الشايقية؟ وموقف الحاج وراق شنو كشايقي؟ يعني ده منظر من منظرين السريين لحميتي. كل الشغل ده والعناية ده والاوهام اتدخلوها لحميتي في راسه سببها الحاج وراق، وهو بيفتكر نفسه انه هو عميل فرز اول لامريكا وطلع ما عنده اي حاجه. فده هيكون موقفه شنو من حرب النسخه الثالثه اللي هي داير يشنها حميتي على الجيش وعلى التنسيقيات وعلى مناطق الشمال وبالاخص الشايقيه. ده سؤال، هل هو الحريه والتغيير وتقدم هتخوض الحرب دي في نسختها الثالثه مع حميتي هنحدد بوضوح اعداء فيها منه، علما بانه ما اشار لاي ديمقراطيه ولا اي تحول ديمقراطي ولا حياه مدنيه ولا اي شيء. حرب يخوضوها الماهريه ضد المجموعات دي كلها. طيب مصلحه تقدم والحريه والتغيير وشويه العباطيه الصحفيين الماشيين مع حميتي ديل مصلحتهم شنو؟ في انه يعني يخلق لهم عدو جديد غير العدو اللي اصلا هم ضده اللي هم الاسلاميين. وبالمناسبه دي انا عايز اقول كمان حاجه يعني مهمه جدا. لو تتذكروا في الكتاب بتاع هكذا تكلم زرادشت بتاع نيتشه، نيتشه صور شخصيتين، شخصية شريرة جدا وهربت الملايين من البشر وأذتهم، دي تقريبا شخصية حميتي. والشخص تاني اسمه الإنسان الخارق سماه أوبرمنش. الإنسان الخارق ده زي الانفيزيبل مان اللي قريناه في الوسطى زمان، ما بتحس بيه ولا بتشعر بحركته ولا بتجي له سيرة من بعيد أو قريب، لكن تجلياته بتظهر في أنين الإنسان الشرير. يعني أصلا نحن أنا على كرت ده صاحبي جدا، يعني مش من الليلة، من وقت بعيد جدا، وعلاقة أسرية وعلاقة فيها مودة وتراحم، وهو مختفي جاني في البيت وكده، وصداقة ما عندها أي علاقة بإخوان مسلمين ولا أنا أخو مسلم ولا كده، لكن صداقة من بدري. يعني فعلا هو زول سكرتيف جدا وما بتعرف عنه شيء بأخوي وأخوك،
يعني هسه واضح جدا انه امبارح حميتي ده قال كلمة علي كرتي دي 4 مرات، اكثر من البرهان واكثر من إناي. طبعا ده الأنين، ده أنين الإنسان الخلاق سماه نيتشه، من الإنسان الشرير اللي أشار له نيتشه برضه. والله بعد كده عاش على كرتي، يعني طالما هو الكائن الوحيد القادر يحدث كل هذا الأنين وكل هذا الوجع في يعني هذا الإنسان الشرير، والله فليعش. في برضو ملاحظة تاني، إنه هل وضع الإقليمي حيكون كيف؟ يعني بعد يعني التوجس المصري من أنه الأمارات هي دفعت بحميتي عشان نقول كده، حيكون كيف يعني العلاقة في المسار ده؟ يعني أصلا طبعا كانت الأمارات تتصور انه ممكن بالقروش تغير موقف مصر تجاه السودان، فمصر بتحكمها جغرافيا وبتحكمها مؤسسات استراتيجية واعية بتعرف شنو الفرق بين المنطقة الهشة والعمق الاستراتيجي ودواعي الأمن اللي بينبثق عن الجغرافيا. يعني دي ما حاجات بتتباع بقروش والله بقروض والله بكده، يعني ده خلاف جوهري يعني. وشنو موقف الامارات في الفتره الجايه حيكون بعد الهزايم الماحقه دي؟ وانا اعتقد انه واحده من الاشياء اللي خلت حميتي ينفجر على هذا النحو اللي شفناه وهو سقوط جبل مويه وكميه الاسلحه الاماراتيه المخزنه اللي بتفضح الامارات بشكل واضح، لا لبس فيه، ولا داير لجنه تحقيق ولا داير هيومن رايتس ووتش ولا داير تاني اي حاجه. هذه اسلحه مكتوب عليها الامارات ومدافع واكل وتغذيه وادويه وكل شيء. فكيف انت يا حميتي بعد احتليت الجبل ده وبقى المنطقه الاستراتيجيه اللي حننفذ منها لسنار ونكون استلمنا وسط السودان كله، كيف تتفرط في منطقه زي دي؟ المساله ذات فيها عتاب كبير لحميتي، فيها عتاب كبير جدا له اذا ما كان فيها موقف منه وخطوه للتراجع. يعني سقوط جبل مويه ده فضيحه مزدوجه، فضيحه للقوى العسكريه بتاعت الامارات بتاعت الدعم السريع، وفضيحه غير متوقعه للامارات اللي بتنفي انها هي ممكن يعني دوره وممكن تتحول لوسيط. وده الهدف اللي كان يعني من مؤتمر سويسرا، هل كان في بعض السياسيين السذج بيدعوا فيه الجيش لانه يمشي ينخرط فيه، وبعض الصحفيين اللي انا ما اقول لهم اي صفه غير بس انه صعود النرجسيه فيهم، يعني النرجسيه فيهم بلغت شأو يعني تخليه هو يرى ما لا يراه غيره من الصحفيين اللي عندهم تجارب اكبر بكثير يعني. فالجيش انتبه للنقطه دي و بوص على بريلو الخطوه دي، وبعدها اتجه بن زايد الى واشنطن، ويبدو انه ادخاله كوسيط دي كانت زي انسنتيف له في انه يخرجوه من الاشكال ده. فساقوه ووقعوه الدايرين الامريكان، وبعد وقعوا دايرينه معاه. ما افتكر في الايشو بتاع السودان ده بالذات لانه متداخل ولانه هم برضه عندهم فيه انترست وعندهم مشروع قديم وابتدى يحيى هسه يقيفوا معاه. والدليل انه بريلو ابتدى يصف
الدعم السريع بالميليشيا. كذلك ضمت مصر للقائمة دي. فالوضع هسه بمعطياته دي بيأشر إلى تحولات عميقة جدا. يعني ممكن جدا كلام حميتي ده يكون صحيح، وإنه يحشد مرتزقة بكميات كبيرة، ولكن الغطاء المدني بتاعه شنو؟ يعني ده حتكون حرب موجهة لقبائل وموجهة لقبيلته ذاته ولعرب دارفور ذاتهم، اللي هم ديل بيقولوا لا للحرب. يعني لا للحرب الحقيقية هي أصل بتقول التنسيقيات، مش اللي بتقول التقدم. لا للحرب الحقيقية هو بيقولوا أنا سرزيقي، وبيقولوها المسيرية، وبتقولها تنسيقية الحوازمة، وبيقولوها يعني البني هلبة. دي لا للحرب الجد، مش لا للحرب الملونة. فهو هسه حايشين معركة ضد ناس لا للحرب. فموقف تقدم شنو من المسألة دي؟ ثم ثاني سؤال، يعني الاصطفاف بتاع التقدم والحرية والتغيير مع حميتي، إذا الخطاب ده ما وضع عليه حد لنهاية، هل في نتساءل في مثقف ولا في زول فاك الخط بعد سمع كلام حميتي ده أمس وعرف الوجه الحقيقي له وشاف استعادة شخصية الراعي الغفل ما عنده أي علاقة بالمعرفة ولا علاقة بالأوتوكيت، ممكن تاني يخط يده معاه في أي مشروع؟ يعني النور حمد والقراي ومرة النور حمد والحاج وراق وبيجو والصحفيين اللي بيكتبوا ديل وكده، يعني ديل أسا بعد الكلام اللي سمعوه من الغائب. راجل بيتكلم عن انه داير يقتل اهله البنادوا لإعلان الحرب ويقتل الشايقية. هل ممكن زول عنده ادنى قدر من فك الخط مش الاستنارة يقيف مع الراجل ده تاني ولا يتحلل من المسألة دي؟ والمسألة دي ذاتها أثر شنو على القيادة السياسية لتقدم؟ بعد تسمع الكلام العنصري والكلام اللي لا يمكن نقولتي يقولوا ناهيك عن غايد. فدي كلها أسئلة بتضع يعني مسؤوليات في الإجابة عنها. وهل برضو السؤال ده توجه للحكومة، هل إذا ناس تقدم الشخصيات الراجحة فيهم غيرت وداير تجي تبدا حوار من بالسودان، هل ده بيأثر على مسألة الانتربول والكده؟ لأنه أنا أفتكر أنا شخصيا لو كنت في محل الدقير بكرة بمشي بالسودان، لأنه الراجل اللي الكلام ده ما بيشبهه. هاي اللي قال ده يا أخي راجل بيستشهد بالنور عثمان البكر وبمولاي الشعب الأسمر، إيه دخلوا في مقتل الشايقية ومقتل التنسيقيات وكده. أنا أفتكر إنه حق الحكومة ذاتها تفتح مجال لإخواننا ديل اللي غيبوا باسم شهوة السلطة عن الوعي لفترة طويلة جدا. ويبدو إن شاء الله الحوار يبدأ بعد سنتين ثلاثة، المهم إنه يكونوا عايشين في بلدهم وتحت حماية الجيش. خلاص ده ما لليوم، لأنه أنا حتحدث كثير عن الخطاب ده ولبكرة إن شاء الله.